السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين يا حبايبي هنعمل مع بعض صينية سمك سنجاري. معانا كيلو ونص سمك بوري. وطبعا هنا طبعا البهارات اللي هنضيفها وشرايح طماطم، وهنا بصل شرايح وفلفل ألوان وشطة وجزرة مبشورة. هنا طبعا هنعمل الدجة الأول، كزبرة وشبت وفلفل. هنا نزلت طبعا بكمون وبابريكا وكركم وملح. وهنا طبعا معلقة هرسة شطة وتوم. وهنضيف ربع كوباية زيت. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا الخلاط هيحتاج معايا بس ربع كوباية مية. انا منعمة الدجة، يعني عايزة الدجة تكون معاكي ناعمة براحتك، عايزاها تكون خشنة كده براحتك. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. بصراحة الدجة دي ريحتها فظيعة تحفة ما شاء الله. هنقول بقى الخطوات معانا واحدة واحدة كده. انا طبعا هنبدأ هنظبط بس التليفون. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا نزلت طبعا بشرايح الطماطم. هنشيل بس شرايح الليمون بس في طبق لوحده كده. هنا طبعا فلفل ألوان وشطة وبصل شرايح بصل، وهنا جزرة مبشورة، وهنا طبعا كزبرة وشبت، وهنا معلقة هرسة شطة ومعلقة توم. وطبعا البهارات اللي لسه ضيفاها زي ما قلت لكم بابريكا وملح وكمون اساسي وكركم. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا الكهرباء كانت قطعت خالص، مش عارفة الاضاءة بصراحة اعذروني. هنا طبعا تفرك الكلام الجميل ده كله بايديكي، ونعصر ليمون. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا كل الامهات بيعملوا اكلهم بايديهم وايدينا مغسولة وزي الفل. يعني لو تاخدوا بالكم انا رحت غسلت ايديا اكتر من 4 مرات وانا بنعمل في الاكل. هنا طبعا نحشي بس بالدقة كده تتبيلة وناخد يعني شرايح بصل وفلفل وطماطم، ونحشي قلبه السمك وجزر شرايح جزر. بشر جزر عفوا. زي ما شايفين انا غسل السمك ومخليه زي الفل ما شاء الله. في ناس بتحب يعني تخلي راسه زي ما هي بس بتشيل النخشوش من جوا، لا انا بنحب نشيلها خالص. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. في ناس بتحب تضيف بطاطس بتكون جميلة صراحة يعني، بس انا اولادي بيحبوا البطاطس لوحدها. طبعا عايزة نقول لكم على مشكلة واحدة ماشي. قالت لي انا كويسة مع حماتي خالص وهي كويسة معايا يعني الحمد لله، وبنحاول نراضي جوزي وبننزل لحماتي يعني تغسل لها شوية مواعين، تعمل لها أكل، ترتب لها سرير، ترتب لها الشقة كده يعني. بتقول لي يعني أنا كنت هي كويسة خالص، بس عيبها حاجة واحدة بس، إنها بتطلع تخليني مثلا نايمة مع مفتاح الشقة تدخل مثلا تفتح التلاجة، تاخد مثلا اي حاجة فيها بيض، اي حاجة من غير استئذان، تدخل المطبخ اي حاجة تلاقيها تاخدها ماشي. تقولي بنزعل وانا بنبقى عارفة، بس ما بنرضاش نحرجها ولا نتكلم خالص. عفوا معلش انا حطيت صلصة طماطم على بقية الدقة وحطيتها على وش السمك. قالت هي كويسة معايا. طبعا بناكله كل واحد لوحده في عيشة لوحده.
بس احنا متعودين ان احنا يعني جبنا فرخة بندولها نص الفرخة يعني ايه، واحنا ناخده نصها. هي جابت فرخة برضو، هي حماية عايش موجود يعني، هي برضو تاخد نص الفرخة وتدينا نصها. ما كويسين مع بعض، ما بناكلوش حاجة من غير بعض صراحة. بس الحاجة بس اللي زعلني ان هي بتدخل تفتح التلاجة بتاعتي، لقيت بيض في باب التلاجة تاخده، لقيت عندي حاجة مثلا تاخدها، بنزعل. انا مش على حاجة، انا ما بنحطش عنها حاجة. انا عملت صينية كيكة بنعمل حسابها ان انا نقسم الصينية نصين، انا النص وهي النص، انا بناخدش منها مثلا يعني نشتركوا في الصينية، لا. ده سبحان الله يعني، ربنا يخلي ابنها ويخليها ويطول عمرها يا رب ويجعله بر بأمه. أنا بنراقب ربنا يعني، الأكل دي يعني آخر حاجة الواحد يتكلم فيها، بس طبعا بتدخل تعري الحلل، تفتح البوتاجاز، عايزة تعرف ايه أنا عاملة ايه. تحس انها مثلا ممكن تدخل عليه أوضة النوم فجأة من غير ما تخبط. دي اللي بيزعلني منها، انها تفتح الباب وتدخل من غير ما تخبط خالص ومن غير ما تتكلم. بتقول انا بنزعل. انا اوقات بنكون نايمه وتدخل عليهم كل لابسه حاجه خفيفه كده بننكسف. ماشي. او ممكن مثلا يعني مش عارفه، انا اوقات بنتي بتكون نايمه ونسيب باب الحمام مفتوح عليها، شقته مقفول عليا ونستحمى والباب مفتوح، عشان بنتي لو نسمع صوت بنتي صغيره نلاقيها داخله فجأة، برضو بنكون مكسوفة، ما ينفعش. انت حماتي وعلى راسي، في خصوصيات، حتى لو امي اللي ولداني في خصوصيات، مش كل حاجة كده. تقولي انا زعلت وزعلانة وعايزة تقول لجوزها يعني الحتة دي بالذات، ان احنا كويسين مع بعض وناكلوا سوا يعني، ما بنحشوش حاجة عن بعض يعني، كل واحد فيش لوحده. بس انا اللي بزعلني منها النقطة دي بس. فهي خايفة تقول لجوزها، جوزها هيقول انت حاطة امي في دماغك، او مثلا نتكلم عليها وحش، او خايفة تعمل مشكلة. فهي قالت لي يعني ايه، قولي يعني المشكلة ديت على على القناة عندك، وشوفي بقى حبايبك كده هيردوا ويقولوا ايه، وانتوا يا حبايبي ردوا عليها برضو في الكومنتات. وشوفوا يعني وجهة نظركم غير وجهة نظرها غير وجهة نظري. شوفوا ايه يعني. هي زعلانة والله، علشان خاطر جيت لي ما ينفعش وكده، والحياة لا خصوصية وكده. ويا ريت تقولوا رأيكم في الكومنتات، عشان خاطر هي ايه مستنية رأيكم وكده. زي ما انتم شايفين معايا السمك تحفة ما شاء الله ما شاء الله، معلقتين الصلصة اللي بنضيفهم بصراحة تحفة ما شاء الله. على فكرة صينية البطاطس من نفس الطماطم والتتبيلة وكل حاجة، والصلصة بتاعت السمك. بس انا ما بنحبش نضيف السمك يعني، عفوا البطاطس مع السمك، عشان ولادي هم ما بيحبوش البطاطس، وكل البطاطس يا ماما بتتزفر ما بيحبوهاش كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. شايفين منظرها جميلة تحفة تحفة ما شاء الله زي الفل. وريحتها بقى ما نقول لكمش يا بنات، زي العسل. زي ما انتم شايفين حاجة عظمة تحفة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يحسن ما بين إيديا وما بين إيديكم، ربنا يخليكم يا رب. أنا يعني ما نزلتش فيديوهات داخل لي في شهر، كنت تعبانة. الحمد لله الحمد لله، افتكر ربنا رحمة. أنا يعني عندي 40 سنة أو فوق 40 سنة، 41 سنة. من أول ما كان عندي 30 سنة وأنا تعبانة على طول، أرق صداع حاجات كده يعني.